سيطرتهم على مقدرات الأمور في هذه البلد، والسيطرة الهدف اللي كانوا بيشتغلوا فيه عشرات السنين حققوه. هم يقول لك احنا بنأخونش، لا بنأخونه. وعندي الأدلة، والأدلة موجودة في كل حتة. يكفي اللي يجي يسأل ويتعلم ماذا حدث لرئيس الهيئة العامة لتنشيط السياحة. ماذا حدث ليه؟ شال ازاي؟ وتجد انه الجواب، الجواب حقيقة لأحد المصابين اللي لسه ما اتعالجش لحد النهارده عماد، لا هنرد عليه بعدين. فشالوا رئيس الهيئة العامة لتنشيط السياحة بجواب للحزب الحرية والعدالة، موقع رئيس الوزراء اللي بعت لوزير السياحة عشان رفض اللي ياخد تعليمات من الحزب، يشتغلوا من تحت لفوق، وهيسيطروا على فوق بعد ما يكونوا ساهموا في هذا. هو ده غلط، غلط. لأن احنا صرنا الحزب الوطني المبارك علشان حطت السلطة كلها فيه. طب وايه اللي يمنع؟ هما ما هماش فاسدين زي الحزب الوطني ومبارك. لازم نقول ان احنا نفترض هذه الفرضية. يبقى ايه الضرر؟ الضرر ان هما هيغرقوا مصر، ما عندهمش كوادر، ما يعرفوش يعني ايه ادارة دولة، ما يعرفوش يعني ايه تنمية. اخوانا كلمني احد اقساط الاخوان الكبار قوي، اولا عشان ابسط لكم الامور. الاخوان والسلفيين والجماعات متشعبين في المجتمع، لان جزء منه احنا متشابهين معهم. انا مثلا ابن خالي محمد فتحي اللباني، ابنه سلفي ومرات ابنه سلفيه ومنقبه، وانا اعز اصدقائي اخوان مالك خلوص رئيس النقابه، اخواني صديقي جمال الكتاتني اعرفه من 30 سنه، قريب سعد الكتاتني. يعني في تدخلات فبيكلموني ناس بصفه دائمه. كلمني قلت كتير جدا من الاخوان من حوالي شهر، قال لي انت تقول في التلفزيون ان المفروض رئيس الجمهوريه ابتعد عن حزبه. ازاي حد يقدر يقول لاوباما ابتعد عن حزب الديمقراطيين؟ قلت له ده حزب اسمه الديمقراطيين، بقاله 200 سنه في السلطه بيطلع زي اوباما 30 واحد طلع حزب له كوادر، عنده فريق اقتصادي وفريق مالي وفريق تنميه وفريق في كل حاجه. ده انت تروح في اليوم تلاقي الممثلين يا جمهوريين يا ديمقراطيين. حزب مش جمعيه سريه، جماعه سريه كانت تعمل في الخفاء من اجل الانقضاض على السلطه، وعمرها ما مارست دوله، عمرها ما عملت تنميه. قلت له اديني 5 بس من كوادركم احسن اقتصاديين عندكم مين؟ من هو احسن 5 في الماليه؟ من هو احسن 5 يتهوى بالمشروعات والتنميه؟ قول لنا مين هو؟ فمشكلتي مع الاخوان ليست فقط ان هم يبغون السلطه ويعملون من اجل ذلك وسخروا الاميه والجهل والفقر لمصلحتهم، وبناء عليه هيبقوا مستعدين ان يظل فصيل كبير من الشعب المصري امي وفقير وجاهل حتى يعطيه صوته بجد الدين. زائد يقول لك عندهم رجال اعمال ورجال اقتصاد قاتل، ولا يعرفوا يعني ايه اعمال، ولا يعرفوا يعني ايه اقتصاد، ولا يعرفوا يعني ايه تنميه. دول سلطات، وانتم بيتاجروا في حاجه عدة، بيتاجروا في الصيني وفي التركي. طب ما تتاجر في المنتج المصري العيوب، يعني ياخد فلوسنا يصدرها عملة صعبة من البلاد تصدرها بره عشان يشغل اولاد الصين الشعبية وتركيا.
طب واولادنا اللي جايين في مصانع الحديد والصلب والملابس ومصانع الملابس الجاهزه يعملوا ايه؟